بالضبط. هي الدورة دي بدات نهار 10 ماي ودامت حتى النهار باش تدوم بالطبيعه حتى نهار 14. 3 ايام الاولانيين هما في المسبح الاولمبي برادس، وفات الدوره هذه في المسبح وتوا تحولنا الحمامات للمسابقات المياه المفتوحه. عملنا اليوم ال 5000 متر وغدوه ل 1500 و 3000 متر. الدوره تعدت روعه بحضور اكثر من 25 دوله، ابطال معروفين في العالم يمثلوا سباحه المصر على المستوى العالمي، كما فيهم زاده هواة وسباحين اللي هما نسميهم سباحين اللي اعمارهم تفوت ال 25 سنه، من 25 حتى ل 80، عندنا حتى 83 سنه نشاركوا. العدد حوالي 300 فرد شارك معنا، سباح شارك معنا. ارقام قياسيه عالميه تحطمت في الدوره هذه في المسبح الاولمبي برادس. نيكولا جرانجي اللي هو الريفيرونس معروف في العالم، 3 لقبات احسن سباح مصر في العالم. وعندنا كارلين بايبس اللي عندها اكثر من 230 لقب عالمي، وحضرت معنا وحضروا معنا بالطبيعه ابطال اخرين، وتحققت ارقام قياسيه كانت اوروبيه او عالميه او كل واحد والدوله نتاعو. المشاركه التونسيه كانت بالفريق المسابقه الرياضي بالمرسى اللي تحصل على المرتبه الثانيه. المرتبه الاولى رجعت للفريق المصري اليوبوليس، والمرتبه الثالثه جات للفريق التونسي رانينج كلوب دو تونس. دوره ناجحه 100% بشهاده المشاركين. فرحانين ياسر اللي هما زاروا تونس، فرحانين ياسر بحفاوه الاستقبال اللي صارت في تونس، فرحانين بالتنظيم نتاعنا.